غالبا في شي مرحلة من حياتك خديتي شي قرار ومن بعد ندمتي عليه وقلتي انا كيفاش حتى درت هاد الغلطة، او لا غتكون شريتي شي حاجة اللي ما كنتيش محتاجها اصلا، غير حسيتي انها زوينة وشريتيها ومن بعد ندمتي عليها. الا قلت لك باللي اغلب القرارات ديالك راها ما كتكونش منطقية اصلا، شنو غيكون الجواب ديالك؟ السلام عليكم، مرحبا بك في فيديو جديد، كتاب جديد. وانا متاكده بلي هذا الكتاب غادي يخليك تشوف راسك بواحد الطريقه مختلفه مورا ما تقراه، حيت كل نهار كنديروا بزاف ديال القرارات، بحال كنقرروا شنو نشريو مع من نهضروا شنو ناكلوا، وحتى شي قرارات كبيره بحال الزواج الخدمه والاستقرار. كيبقى السؤال الجوهري هو شكون اللي كيقرر فعلا، واش العقل ديالك ولا شي نظام خفي كاين في الداخل ديال الدماغ ديالك؟ دانيال كانمان الحائز على جائزة نوبل دار واحد الكتاب سماه التفكير بسرعة وببطء، واليوم غادي نلخصوا هذا الكتاب وغنفهموه مزيان. فإلا كنتوا واجدين يلا نبداو. المحور الأول: النظامان، سرعة البديهة وعمق التفكير. تخيل معايا كتكون صايق الطوموبيل ديالك في امان الله، واحد شويه كيخرج قدامك واحد الدري صغير على غفله. واش انت كتكون جالس كتحسب المسافه والسرعه وزاويه الفرمله عاد كدير الاكسيون؟ اكيد لا، حيت بلا ما تكون فكرتي كتكون ديجا راه وركتي على الفران. هاد القرار خرج في جزء من الثانيه، ولكن واش عمرك وقفتي وسولتي راسك شكون اللي خدا هاد القرار؟ دانيال كالمان كيقول باللي الداخل ديال الدماغ ديالنا كاين جوج ديال الانظمه مختلفين كليا. الاول سماه النظام الاول. هذا النظام سريع بزاف، تلقائي، عاطفي، وما كيحتاجش حتى مجهود. هو اللي كيخليك تكمل الجمله قبل ما تسمعها كامله، وتعرف الوجه ديال الشخص واش فرحان ولا معصب غير من التعابير ديال وجهه، وكتقدر تجاوب على الاسئله اللي كتكون سهله بلا ما تحس براسك محتاج تفكر بزاف. بمعنى اخر، هذا النظام هو الطيار الالي ديال العقل. ولكن كاين واحد النظام واحد اخر، هذا النظام مختلف كليا، كيكون بطيء، منطقي، كيحتاج التركيز، كيخدم ملي كتكون خاصك تحسب الميزانيه ديال الشهر، تقارن بين جوج عروض ديال الخدمه، او لا تقرر واش تستثمر فلوسك في شي حاجه ولا لا. كل ما كان القرار مهم كل ما خاص النظام الثاني هو اللي يخدم. ولكن هنا كاينه واحد المفاجاه: النظام الثاني ما كيبغيش يخدم بزاف، يعني كيخلي النظام الاول هو اللي يسير لك اغلب القرارات ديالك اللي كتاخذ في النهار ديالك، وحتى شي قرارات اللي كتكون مصيريه كاع. هنا كيبدا المشكل، حيت النظام الاول واخا هو سريع بزاف كيغلط بزاف، كيعتمد على الحدس وعلى التجارب السابقه وعلى الانطباعات الاوليه. يعني بعض المرات كيكون عندك احساس قوي ان شي قرار صحيح، ولكن في الحقيقه غير العقل ديالك اختار الطريق السهله. كمان كيأكد انك الا فهمتي هاد الجوج ديال الانظمه هو اول خطوه باش تعرف علاش بعض المرات كتندم على قرارات اللي كتكون ديجا خديتيها بواحد الثقه كبيره. المحور الثاني: الكسل العقلي، لماذا نكره التفكير العميق؟ واش عمرك خرجتي من الدار ومورا واحد شويه بديتي كتسول راسك واش سديتي الباب؟ الا كان الجواب راه ماشي حيت عندك واحد الذاكره ضعيفه، ولكن العقل ديالك كيحاول يدير اكبر عدد ممكن من الحوايج باقل مجهود. دانيال كالمان كيقول باللي الدماغ واخا ما كيشكلش حتى 2% من الوزن ديال الجسم، راه كيستهلك نسبه كبيره من الطاقه. داكشي علاش اي مهمه كتحتاج تركيز وتفكير عميق العقل كيعتبرها مكلفه، كيحاول يهرب منها باي طريقه. النظام الثاني اللي هضرنا عليه من قبل هو المسؤول على التفكير المنطقي والتحليل، ولكن المشكله فيه هو انه كسول، يعني كيخدم غير الا كان مضطر. اما الا لقى فرصه يخلي النظام الاول يخدم بلاصتو غادي يديرها بلا ما يتردد. هذا هو السبب علاش كنطيحوا في الغلط بسهوله. مثلا كتدخل شي متجر غير باش تشري واحد القرعه ديال الماء، كتشوف واحد العرض مكتوب فيه شري جوج وخذ الثالثه فابور، شويه كتلقاك خارج بواحد 3 ديال القرعي ديال الماء. واش احتاجيتيهم؟ لا، ولكن العقل ديالك اختار القرار الاسهل، يتبع العرض بلا ما يحلل. مثال اخر كنعيشوه كاملين: كتكون كتهضر مع شي واحد وفي نفس الوقت كتشوف التلفازه ولا كتقلب في التليفون، كتحس باللي راك مركز، ولكن في الحقيقه النظام الثاني ما كيقدرش يدير جوج ديال المهام كتحتاج التركيز دقه واحده، كيبدل الانتباه بسرعه بيناتهم. وهذا الشيء كيخليك تغلط بزاف وكتحتاج واحد الوقيته طويله باش تفهم. هادشي علاش ملي كتكون خدام على شي مشروع مهم وكيجيك اشعار من التليفون ديالك كل دقيقه، الانتاجيه ديالك كتنقص بواحد الشكل كبير. ماشي حيت ما عندكش القدرات، ولكن حيت العقل ديالك كيعيا مع كل انتقال من مهمه لمهمه.
والكاتب كيقول واحد الفكرة مهمة: الا بغيتي تاخذ واحد القرار مهم خاصك تكون مرتاح وما تكونش عيان، حيت ملي كيكون الانسان عيان ولا فيه الجوع ولا مضغوط نفسيا، النظام الثاني كيبدا يضعف وكيخلي النظام الاول هو اللي يسيطر. هنا كنوليو اكثر اندفاعيه واكثر عرضه للاخطاء. اذا اول خطوه باش نحسنوا القرارات ديالنا هي نعطيو العقل الوقت والطاقه اللي كيحتاجها للتفكير، حيت التفكير العميق راه ماشي موهبه. التفكير العميق واحد المجهود، والعقل بالطبيعه ديالو كيحاول يهرب من هذا المجهود. ولكن الاخطر من الكسل العقلي هو ان العقل ما كيكتفيش بالحلول السهله، ولكن كيبدا يقلب على المعلومات اللي كتناسب الافكار ديالو وكيهمل اي دليل كيخالفها. المحور الثالث: الانحياز لتأكيد المألوف وتأثير الهالة. سبق ليك دخلتي تناقش مع شي واحد ومن اول 5 ديال الدقائق حسيتي بلي هاد الانسان مستحيل يغير الرأي ديالو؟ يمكن حتى انت كنتي كدير نفس الحاجة. دانيال كالمان كيقول بلي العقل ما كيقلبش ديما على الحقيقة، ولكن كيقلب على الأدلة اللي كتأكد أنه أصلا عنده الحق. هذا الشيء كيتسمى الانحياز لتأكيد المألوف. يعني ملي كتقتنع بشي فكرة، العقل ديالك كيولي بحال المحامي ماشي القاضي. المحامي ما كيقلبش على الحقيقة، كيقلب على الحجج اللي تربح القضية ديالو. مثلا إلا كنت مقتنع أن الاستثمار في الذهب هو احسن استثمار، غادي تلقى راسك كتقلب غير على الفيديوهات والمقالات اللي كتشجع الذهب. اما الاراء اللي كتحضر منه غالبا غادي تجاهلها وغادي تقول هاد الناس راه ما فاهمينش. نفس الحاجه كتوقع في الكره، في السياسه وحتى في العلاقات. الا ما كانتش كتعجبك شي شخصيه، اي غلطه صغيره غادي تكبرها. اما الا كنتي كتبغيها، حتى الاخطاء ديالها غادي تلقى ليهم واحد الاعذار. هنا كيدخل واحد المفهوم اخر سماه كالمان تأثير الهالة. تخيل معايا أن أول مرة شفتي فيها شي شخص كان زوين، كيهضر بواحد الثقة، كيضحك. شنو غادي يوقع؟ العقل ديالك غادي يبدا يفترض شي حوايج ما عندها حتى شي دليل. غادي يقول هاد الإنسان أكيد ذكي، أكيد ناجح، أكيد خدام مزيان، إنسان محترم. واش عندك شي دليل؟ لا. ولكن الانطباع الاول دار واحد الهاله ايجابيه على هذا الشخص وخلاك تعطيه صفات ما شفتيهاش اصلا. والعكس صحيح، الى اول انطباع كان سلبي، العقل كيولي يفسر اي تصرف جديد بطريقه سلبيه. داكشي علاش الشركات كتصرف ملايين الدولارات على اول انطباع: تغليف، اللوغو، طريقة اللباس، وحتى الموسيقى اللي كتكون في الداخل ديال المحل، حيت عارفين باللي العقل كيحكم بواحد السرعة. من بعد كيبدا يقلب على المبررات باش انه يثبت ان الحكم الاول كان صحيح. ولكن الحقيقة هي ان الانطباع الاول ماشي دائما كيعكس الواقع. الكاتب كينصحنا انه قبل ما نحكموا على شي شخص او على شي فكرة او حتى على فرصة، خصنا نسولو راسنا واحد السؤال بسيط: واش كنشوف الحقيقة كاملة ولا غير المعلومات اللي كتعجبني؟ حيت هذا السؤال بوحدو يقدر ينقذك من بزاف ديال القرارات الغلطة. ولكن حتى إلا حاولنا نكونوا موضوعيين، العقل باقي عنده واحد الخدعة واحدة أخرى: كيقدر يبني القرارات كاملة ديالنا غير من معلومات ناقصة، وخا كيكون واثق 100% أنه على صواب. المحور الرابع: القفز إلى النتائج، الثقة المفرطة في المعلومات المتاحة. تخيل معايا كتكون جالس في شي قهوة وكيجي عندك شي صاحبك وكيقول لك: واش سمعتي راه الشركة الفلانية صافي غتسد؟ بلا ما تسولو منين جاب الخبر وبلا ما تأكد، كتلقى راسك قلتي: أوه أكيد راه كنت حاس بها. مورا واحد شوية كتولي تعاود هاد الخبر لناس اخرين بحال الا راهو حقيقة. اشنو وقع هنا؟ العقل ديالك دار واحد الحاجة خطيرة بزاف: خدا واحد المعلومة ناقصة وبنى عليها قصة كاملة. الكاتب سمى هذه الظاهرة: ما ترى هو كل ما هناك. What you see is all there is. المقصود هو أن العقل كيحكم على أي موقف انطلاقا من المعلومات اللي قدامه فقط، وكيتعامل معاه وبحال إلا هو الصورة الكاملة. ما كيوقفش باش يسول شنو المعلومات اللي ناقصه، واش كاين احتمال آخر، واش المصدر موثوق. لا، النظام الاول كيبغي السرعه وما كيبغيش الشك. داكشي علاش كيسد الفراغات من عنده. بحال الا دخلتي لشي مطعم عامر بالناس كتقول مباشره: اكيد الماكله هنايا راه بنينه.
ولكن ممكن يكون بنين، ولكن ممكن يكون غير حيت قريب من المحطة ديال التران، بلا عندهم شي عروض، ولا الناس داخله غير حيت الثمن رخيص. العقل اختار اول تفسير جا في بالو تعامل معاه بحال الا هو حقيقه. مثال اخر كنعيشوه بزاف مع وسائل التواصل الاجتماعي. كتشوف شي شخص عنده واحد الطوموبيل واعره، دار كبيره، كيسافر بزاف. العقل كيقول هاد الانسان صافي راه ناجح وسعيد في حياته. ولكن واش كتعرف شحال عنده ديال الكريديات؟ واش كتعرف حياته الشخصيه؟ واش كتعرف واش مرتاح نفسيا؟ اكيد لا. ولكن العقل راه صافي بنا واحد القصه كامله انطلاقا من شي تصاور شافهم في انستغرام. هنا كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس كيطيحوا في هاد الاخطاء. الثقه ديالنا في القرار ما كتجيش من الجوده ديال المعلومات اللي كتكون عندنا، كتجي من سهوله القصه اللي بناها العقل ديالنا. يعني ممكن تكون عندك معلومات قليله بزاف، ولكن حيت مساجمه مع بعضها كتحس بواحد الثقه كبيره. وفي نفس الوقت واحد الشخص اخر عنده معلومات اكثر منك، ولكن عارف ان الصوره مازال ناقصه، كيكون اقل ثقه. هادشي علاش بعض المرات الاشخاص اللي كيعرفوا شويه كيهضروا بواحد الثقه كبيره، اما اللي فاهمين الموضوع بعمق كيعرفوا ان الواقع اعقد من داكشي اللي كيبان لينا. داكشي علاش قبل ما تاخذ اي قرار مهم، سواء في الخدمه او الاستثمار او لا حتى تختار الناس اللي غادي تدخلهم لحياتك، وقف واحد دقيقه وسول راسك شنو المعلومات اللي ما عنديش دابا. حيت اكبر غلطه ماشي هي المعلومات اللي عندك، ولكن المعلومات اللي ما عندكش واللي ما عارفش اصلا انها ناقصه. ولكن حتى الا كانت عندنا كاع المعلومات، كيبقى العقل عنده واحد النقطه ديال الضعف اخرى، وغنشوفوها في المحور الجاي. المحور الخامس: لماذا الخساره تؤلم اكثر من الربح؟ فهذا المحور بالضبط غنعطيك السر اللي عطا كانمان جائزه نوبل. الا قلت لك عندك جوج ديال الخيارات، الاول نضمن لك انك غتربح 1000 درهم، ثاني نعطيك فرصه تربح 2000 درهم، ولكن كاين احتمال كبير انك ما تربح والو، شنو غادي تختار؟ بزاف ديال الناس غيختاروا 1000 درهم المضمونه. ولكن دابا حاول تقلب السيناريو. الا قلت لك خصك تخسر 1000 درهم وعندك جوج ديال الخيارات، الاول غتخسر 1000 درهم دابا وبشكل مؤكد، ثاني غتغامر، يمكن تخسر ويمكن ما تخسر حتى حاجه. الغريب هو ان بزاف ديال الناس غيختاروا المغامره. علاش؟ حيت العقل ديالنا ما كيشوفش الربح والخساره بنفس الطريقه. الكاتب اكتشف ان الم الخساره اقوى بمرتين تقريبا من متعه الربح بنفس القيمه. يعني الا لقيتي 1000 درهم في الزنقه غادي تفرح، ولكن الا ضيعتي 1000 درهم من جيبك، الالم اللي غادي تحس به اكبر بزاف من ديك الفرحه الاولى. هذه الفكره سميتها النفور من الخساره. هي من أهم الاكتشافات اللي خلات كانمان يربح جائزة نوبل في الاقتصاد. ولكن هاد الظاهرة ما كتبقاش غير في التجارب العلمية، ولكن كنعيشوها كل نهار. مثلا شي واحد شرا واحد السهم في البورصة بواحد الثمن معين، ولكن من بعد بدا هاد السهم كيهبط. بلس انه ما يبيع ويوقف الخسارة، كيبقى متعلق بالامل وكيقول صافي راه اكيد غيطلع. علاش؟ حيت الاعتراف انه خسر بالنسبة له كيألم اكثر انه ما يخسر الفلوس. نفس الحاجة كتوقع في المشاريع. شي واحد كيضيع سنوات في مشروع اللي اصلا باين انه فاشل، ولكن كيرفض انه يحبس، ماشي لحقاش غادي ينجح، ولكن حيت ما باغيش يعترف باللي الوقت والفلوس اللي صرفهم مشاو هباء منثورا. حتى في العلاقات كاين اللي كيبقى في علاقه توكسيك سنوات وكيبقى يقول راه حرام نضيع هاد السنوات كامله، واخا ان الاستمرار راه كيزيد غير في المعاناه. العقل ديالنا كيتشبت بالماضي وكيخاف من الاحساس بالخساره، حتى الا كان القرار المنطقي هو الانسحاب. كانمان كيقول باللي الشركات والمسوقين فاهمين هاد النقطه مزيان. داكشي علاش كتشوف الاعلانات مكتوب فيها اخر فرصه، غادي تخسر التخفيض، ما تضيعش العرض. ما قالوش ليك غادي تربح، ركزوا على كلمه غادي تخسر، حيت العقل كيتفاعل مع الخساره اكثر من الربح. اذا شنو هو الدرس؟ قبل ما تاخذ اي قرار سول راسك، واش كنختار هذا القرار لحقاش فعلا هو الافضل، ولا غير حيت خايف نخسر؟ بعض المرات اكبر عدو ديالنا ماشي هو الخساره، ولكن الخوف من الخساره.
المحور السادس: تأثير الإطار. كيف لطريقة عرض المعلومة أن تتحكم في قراراتنا؟ تخيل أنك مريض والطبيب عطاك جوج ديال الطرق باش تعالج. الطريقة الأولى قال لك هاد العلاج كينجح مع 90% من الناس، غالبا غادي ترتاح ويمكن توافق عليه مباشرة. ولكن دابا تخيل أنه قال لك نفس المعلومة بواحد الطريقة واحدة أخرى. 10% ديال الناس اللي كيستعملوا هاد العلاج ما قدروش أنهم ينجاو. واش الإحساس ديالك بقى هو؟ أكيد لا. وخا أن الرقم ما تبدلش، 90% ديال النجاح هي نفسها 10% ديال الفشل، فعلاش القرار ديالنا تبدل؟ دانيال كانمان كيقول أن العقل ديالنا ما كيتأثرش غير بالمعلومة، كيقدر يتأثر أكثر بالطريقة اللي تقدمت بها هاد المعلومة. هادشي اللي سماه تأثير الإطار. يعني نفس الحقيقة إلا تبدل الأسلوب ديال العرض ديالها كتبدل حتى القرار ديالنا. هادشي كيوقع كل نهار. يعني إلا دخلتي شي محل ديال الحوايج ولقيتي مثلا مكتوب بروموسيون أو خصم 50%، العرض كيبان لك زوين، ولكن إلا كتبوا لك راه غتخلص النص ديال الثمن، راه نفس الفكرة ولكن الإحساس غيختلف. الشركات ديال التسويق كتكتب لك الإعلانات بحال باقي غير 3 ديال القطع، العرض غادي يسالي اليوم. فاش كتشوف هاد الكلمات كتحس بالاستعجال، يمكن تشري واحد الحاجة اللي ما كنتيش ناوي تشريها أصلا، ماشي لحقاش انت محتاجها، ولكن لحقاش الطريقة ديال التقديم ديال العرض خلات العقل ديالك يحس أنه غادي يضيع شي فرصة من يديه. وحتى في السوبر مارشي يعني كتلقى راسك بحال كيما هضرنا قبيلتي على القرعة ديال الماء، كتشري 3 ديال الحبات فقط، يعني الكل زبون. شنو هي الفكرة اللي كتجي في بالك؟ واش هذا المنتوج عليه طلب كبير؟ واخا ان يعني المتجر كيكون دار هذا القانون غير باش انه ينظم البيع، ولكن العقل كيترجمها بواحد الطريقه مختلفه. نفس الخبر يمكن يتقدم لك بجوج ديال الطرق، ولكن كل طريقه كتخلق لك واحد الرد فعل مختلف كليا في الدماغ ديالك. ملي تكون غادي تاخد شي قرار في حياتك، ما تكتفيش بالطريقه اللي تعرضت عليك المعلومه، خاصك تحاول دير واحد الإعادة ديال الصياغة لهاد المعلومة. سول راسك إلا تقدمت لي نفس الفكرة بواحد الطريقة مختلفة، واش غادي نبقى غادي بنفس القرار أو لا غادي ناخد نفس القرار؟ هاد السؤال بسيط، ولكن هذا قادر يحميك بزاف من التلاعب، لحقاش الحقيقة راه ما كتبدلش، اللي كيتبدل هو الإطار اللي تحطات فيه. كل ما كان الإطار ذكي، كل ما كان من السهل أنك توجه القرارات ديالك حتى بلا ما تحس. المحور السابع: مغالطة التخطيط. لماذا المشاريع تتأخر وتكلف كثيرا؟ غتكون قلتي في حياتك شي نهار هاد العبارة هاد الخدمة غنكملها في 3 أيام، ومن بعد كتلقى راسك كتخدم عليها شي 2 ديال السيمانات ولا حتى شهر. الواقع هو أنك ماشي انت كسول ولا ما كتعرفش أنك تخطط مزيان ولا تنظم وقتك. العقل ديالك وقع في واحد من أشهر الأخطاء اللي هضر عليهم الكاتب في هذا الكتاب: مغالطة التخطيط. ببساطة الإنسان وعنده واحد الميل طبيعي باش يكون متفائل أكثر من اللازم. ملي كيبدا أي مشروع كيشوف الطريق السهلة، كيقول صافي غادي نركز كل نهار، ما غادي يوقع حتى شي مشكل، كلشي غادي يمشي حسب الخطة. ولكن الواقع كيكون عنده واحد الرأي واحد آخر، كيقدر يمرض، كيوقع له شي مشكل في البيسي ديالو، كيجيه شي ضغط في الخدمة، كتكون عنده ظروف عائلية، فكيمشي له الحماس. كاع هاد الامور ما كيحسبهاش وهو كيدير الخطه ديالو. كان ما نلاحظ باللي بزاف ديال الناس اللي عندهم خبره كيطيحوا في نفس الفخ. عطى مثال مشهور على واحد الفريق كان كيخدم على مشروع تعليمي، سولهم شحال غادي يحتاجوا باش يكملوه، جاوبوا بثقه 2 عام تقريبا. ولكن ملي سول واحد الخبير كان عنده تجربه مع مشاريع مشابهه، قال لهم المشاريع بحال هذه غالبا كتحتاج بين 7 حتى 10 سنين، وكاينين شي مشاريع اللي ما كتساليش اصلا. شنو وقع؟ الفريق تجاهل التجارب السابقه واعتمد فقط على الحماس ديالو، يعني المشروع تاخر بسنوات طويله اكثر
من داكشي اللي كانوا متوقعين. هادشي كنعيشوه كل نهار. كتقرر انك تقرا واحد الكتاب في 3 ايام، كتقول صافي غادي نبدا واحد المشروع في الانترنت وغادي نربح في شهر، كتقول غادي نجدد الديكور ديال الدار ديالي في سيمانه. ولكن ملي كتبدا التنفيذ كيبانوا لك التفاصيل اللي ما كنتيش كتوقعهم. هنا كيعلمنا الكاتب واحد الدرس مهم: ما تخططش انطلاقا من المشروع ديالك فقط، خطط انطلاقا من التجارب ديال الناس اللي داروا نفس الحاجه من قبل. بمعنى اخر، بلاص ما تسول راسك انا شحال خصني، سول الناس اللي داروا نفس المشروع شحال خدا منهم ديال الوقت. هاد الطريقه كتسمى النظره من الخارج، هي كتخليك تشوف الواقع كما هو ماشي كيف ما كيبان لك وانت متحمس. المره الماجا قبل ما تحدد اي موعد نهائي زيد عليه هامش الاخطاء والمفاجآت، لحقاش التخطيط الذكي ماشي هو اللي كيتوقع افضل سيناريو، التخطيط الذكي هو اللي كيستعد لأسوأ السيناريوهات اللي ممكن توقع. المحور الثامن: وهم اليقين والماضي. لماذا نقول دائما كنت أعرف؟ واش عمرك حضرتي لشي حدث كبير وقع من بعد سمعتي الناس كاملين كيقولوا كنت عارف بلي هاد الشي غادي يوقع، كنت متأكد، كلشي كان واضح؟ إلا رجعنا للور قبل ما يوقع هاد الحدث، واش فعلا كانوا عارفين؟ غالبا لا. هنا كيكشف لنا دانيال كانمان واحد من أخطر خدع العقل، وهي التحيز الإدراكي اللاحقي، بالإنجليزية hindsight bias. بمعنى آخر، من بعد ما كتعرف النتيجة العقل ديالك كيبدا يقنعك أن هاد النتيجة كانت واضحة من الأول، كيحذف جميع الشكوك اللي كانت عندك وكينسى جميع الاحتمالات الأخرى، كيكتب لك واحد القصة جديدة كيبان فيها كلشي منطقي. تخيل معايا واحد الانسان استثمر في واحد الشركه صغيره، من مورا شي سنوات ولات واحد الشركه عالميه كبيره. شنو غيقولوا الناس؟ كانت باينه غادي تنجح. ولكن الا رجعنا لذاك الوقت غنلقاو ان بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا العكس. الفرق الوحيد هو اننا دابا كنعرفوا النهايه. داكشي علاش النهايه اللي خلات القصه تبان لينا سهله وواضحه. نفس الحاجه كتوقع في حياتنا الشخصيه. ملي كتفشل في شي مشروع كتقول كان خصني نعرف، كتدخل في شي علاقه ما نجحاتش وكتقول اشارات كانت واضحه. ولكن الحقيقه هي ان هاد الاشارات ما كانتش واضحه بهاد الدرجه. العقل ديالك غير رتب الاحداث من بعد ما عرف النتيجه. كمان كيحذر من هاد الوهم لحقاش كيخلينا نبالغوا في الثقه ديالنا، كنوليو نعتقدوا اننا كنفهموا العالم اكثر من اننا كنفهموه ديال بصح. داكشي علاش كاين خبراء بزاف كيخرجوا كل نهار في التلفازه ولا الانترنت وكيبقاو يهضروا بثقه كبيره على المستقبل. كيقولوا السوق غادي يطلع، هاد العمله غادي تنهار، هاد الفريق غيربح. الكاتب من بعد سنوات طويله من دراسه الخبراء وصل لواحد النتيجه صادمه: الخبراء ما كيكونوش دائما ادق من الناس العاديين. في بعض المجالات التوقعات ديالهم ما كتكونش افضل بزاف من التخمين. الفرق هو انهم كيهضروا بثقه، والثقه كتقنع الناس. هنا خصنا نفرقوا بين جوج ديال الحوايج. الثقه ماشي هي الدليل. يمكن شي واحد يهضر بثقه كبيره ويكون غلط، ويمكن شي واحد اخر يكون متردد ولكن عنده تحليل ادق. اذا اشنا هو الدرس؟ ملي تسمع شي واحد كيأكد لك انه عارف المستقبل او اللي كيقول لك ان النتيجه مضمونه، وقف واحد شويه وسول راسك واش هذا الشخص عنده فعلا معلومات خاصه ولا غير كيهضر بثقه. الحياة فيها احتمالات بزاف، ما كاين حتى شي واحد كيقدر يتوقع المستقبل بدقة كل مرة. ملي كنفهموا هاد الحقيقة كنوليو متواضعين وكنوليو نتصرفوا بحذر في القرارات ديالنا. المحور التاسع: الذات التي تعيش والذات التي تتذكر. عمرك مشيتي في شي عطلة كانت زوينة بزاف؟ كلشي كان مزيان، المناظر، الماكله، الضحك، اللحظات الزوينه، ولكن في الاخر ديال النهار وقع لك واحد المشكل او لا دبستي مع شي واحد. من بعد مده غيجي شي واحد وغيسولك كيفاش دوزتي ديك العطله، غتقول الصراحه ما كانتش مزيانه. السؤال: واش اسبوع كامل ديال السعاده تقدر تمحي ساعه وحده خايبه؟ الجواب كيقدم لنا دانيال كانمان واحد من اكثر الافكار المدهشه في الكتاب.
كيقول باللي الداخل ديال كل واحد فينا كاينين جوج ديال الذوات مختلفين. الاولى كتسمى الذات المجربه، يعني كتعيش اللحظه كما هي اللي كتحس بالفرحه، بالحزن، بالالم، بالمتعه، كتعيش ثانيه بثانيه. اما الذات الثانيه كتسمى الذات الذاكره، هذه ما كديهاش بزاف في دوك اللحظات اللي عشتي، ولكن كتصنع واحد القصه مختصره على التجربه كامله. من بعد هي اللي كتقرر واش كانت ديك التجربه زوينه ولا خايبه. المفاجاه هي ان الذات الذاكره ما كتعتمدش على مده التجربه، كتعتمد بالاساس على جوج ديال الحوايج: اقوى لحظه عشتيها وكيفاش سالت التجربه. كالمان سماها قاعده الذروه والنهايه. دابا تخيل معايا انك حضرتي واحد الفيلم مده ديالو ساعتين، واحد ساعة و50 دقيقة كانوا مزيانين، ولكن ديك 10 دقائق الاخرى دازت خايبة. من بعد ما تخرج من الفيلم شنو غادي تقول؟ النهاية خيبت الامل ديالي، الفيلم صافي ما عجبنيش. واخا ان 90% من الفيلم كان ممتع، العقل ديالك ركز غير على النهاية اكثر من ديك الرحلة كاملة. نفس الحاجة كتوقع حتى في العلاقات. يمكن تكون عندك سنوات زوينة مع واحد الشخص، ولكن إلا كانت النهاية مؤلمة الذكريات كاملة كتولي ملونة بهذا الأمل. كالمان دار تجارب كثيرة، لقى أن الناس كيقيموا التجارب بناء على النهاية واللحظات القوية، ماشي على الوقت اللي دازت. هادشي كيعلمنا واحد الدرس مهم: إلا بغينا نصنعوا ذكريات زوينة مع الناس اللي كنبغيوهم خصنا نهتموا بالنهايات. آخر كلمات كتقولها، آخر لقاء، آخر انطباع، هاد التفاصيل الصغيرة عندها واحد التأثير كبير. السعادة ماشي غير شحال من لحظة زوينة عشتي، السعادة حتى هي كيفاش العقل ديالك غادي تفكر هاد اللحظات من بعد. هنا كنفهموا أن العقل ديالنا واخا أنه ذكي ما كيحكمش ديما بواحد الطريقة عادلة، كيختصر، كيحذف وكيعيد كتابة الذكريات باش يصنع واحد القصة سهلة الفهم. المحور العاشر: الخلاصة، كيف نأخذ قرارات أفضل في حياتنا. من بعد هذه الرحلة كاملة مع كتاب التفكير بسرعة وببطء، كيبان لنا أن العقل ديالنا كيغلط بزاف، كيحكم بواحد السرعة، كيتيق الانطباعات الأولية، كيخاف من الخسارة، وكيقدر أنه يخدعنا حتى في الطريقة اللي كيتذكر بها الماضي. واش هاد الأخطاء معناها أننا ما عمرنا غادي ناخدو قرارات صحيحة؟ الجواب هو لا. ما نقدروش نحيدو هاد التحيزات نهائيا، لحقاش هي واحد الجزء من الطريقة اللي كيخدم بها العقل البشري. نقدروا نقللوا من التأثير ديال هاد التحيزات ونبنيو نظام كيحمينا من الأخطاء ديالنا. كالمان كيقول بلي الناس الناجحين ما كيعتمدوش غير على الذكاء والحدس، كيعتمدوا على أنظمة وقواعد كتحميهم من التسرع. يعني قبل أي قرار مهم خصك توقف وتسول راسك: واش هاد القرار مبني على الحقائق ولا غير على الإحساس؟ ثاني حاجة، ما تبقاش تقلب غير على الناس اللي كيتفقوا معك، قلب حتى على الرأي المعاكس، حيث إلا بقى كلشي كيأكد لك أنك عندك الحق يمكن تكون دخلتي في فخ الانحياز للتأكيد. ثالث حاجة، ما تاخدش القرارات الكبيرة وانت معصب ولا عيان ولا تحت الضغط، حيث في هذه اللحظات النظام الأول هو اللي كيولي كيسوقك، أما النظام الثاني كيفكر بالمنطق فراه كيكون غايب. خد وقتك، القرار اللي كيتخاد في 5 ديال الدقائق غيخليك تندم بشي سنوات في حياتك، اما القرار اللي عطيتيه الوقت الكافي راه هو اللي كيكون افضل قرار. كان ما كيشجع حتى على استعمال داكشي اللي سماه الضوابط. مثلا الا كنتي غادي تشري شي حاجه غاليه ما تشريهاش في نفس النهار، نعاس واحد الليله كامله عاد ديك الساعه فكر. الا كنتي غادي تبدل الخدمه كتب اللائحه بالايجابيات والسلبيات ديال ديك الخدمه. الا كنتي غادي تبدا مشروع شوف التجارب ديال الناس اللي سبقوك، ما تعتمدش غير على الحماس ديالك. هاد الضوابط كتعطي واحد الفرصه للنظام الثاني باش يخدم، وما كتخليش النظام الاول هو اللي ياخذ القرار بوحده. في الاخير اهم درس كيخرج به كانمان هو ان الثقه ماشي دائما علامه على الصحه. يمكن تكون واثق بزاف وتكون غلط، يمكن تكون تردد شويه ولكن القرار ديالك هو الصحيح. داكشي علاش التواضع الفكري واحد من اقوى الصفات اللي يقدر يكتسبها الانسان، حيت ملي كتقبل انك تقدر تغلط كتولي تسمع اكثر وكتعلم اكثر وكتقرر بواحد الطريقه افضل.
في هذا الكتاب كان ما عطاناش واحد الطريقه باش نوليو كاملين عباقره، ولكن عطانا واحد الهديه، علمنا كيفاش نشكو في الافكار ديالنا قبل ما نتيقوها، وكيفاش نفهموا ان اكبر معركه ماشي هي مع الناس ولكن مع الطريقه اللي كيخدم بها العقل ديالنا. منين كتفهم عقلك كتولي قادر انك تفهم القرارات ديالك وتحسن حياتك وتعيش بواحد الوعي اكبر. هنا كتوصل الرحله ديالنا مع كتاب التفكير بسرعه وببطء النهايه، ولكن البدايه الحقيقيه هي اليوم. ملي غادي تبدا تطبق هاد الافكار في حياتك اليوميه وغتشوف براسك كيفاش ان قرارات صغيره كتبدل او لا كتقدر تبدل نتائج كبيره. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله، كتاب جديد. كما العاده خليو لي تعليق تعليق زوين، لايك، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.